اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب قلبي، رجعت لكم من جديد وبيوم جديد ومن قناة إبداعات مختلفة، واليوم راح نسوي وياكم القريب طبعا بطعم المحلات وطعمه أكثر من رائع. إذا حبيتوا تجربونه على طريقتي، عندنا المقادير هنا: كوب من الطحين، كوب من الحليب، و3 ملاعق من السكر، و3 بيضات، وراح نحتاج ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة شاي من الفانيلا. هسه راح نبلش وياكم بسم الله، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة وتنال إرضاكم إذا حبيتوا تجربونها. يلا حبايبي وياي على كل التفاصيل. حبايبي وضعنا 3 بيضات بالخلاط، ووضعنا عليهن ملعقة كوب من الفانيلا. حبايب قلبي، إذا كانت الفانيلا سائلة يكفي وحدها، وإذا كانت باودر لازم نضيف وياها ملعقة كوب من الخل. هنا حبايبي راح نخفق البيض والخل والفانيلا، وبعدها نضيف 3 ملاعق من السكر. هنا ضفنا ال3 ملاعق من السكر، وراح نضيف الكوب من الحليب، وهنا حبايبي راح نضيف الملعقة من الزبدة، ورشة من الملح، ونخفق. وهنا حبايبي آخر مرحلة راح نضيف الطحين، ونخفق. حبايبي جهز عندنا القريب، وهذا شكله. وهسه راح نحشيه بالنوتيلا والموز ونراويكم كل تفاصيله. على محمد وآل محمد. وهنا أنا جهز طبقنا لهذا اليوم، تم تقديمه وتشكيله بهالشكل هذا بطريقة إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. هذا شكله النهائي حبايبي القريب. مثل ما شفتوا المقادير جدا بسيطة والطعم أكثر من رائع. إذا حبيتوا تجربونه على طريقتي. هذا شكله النهائي حبايبي، وألف عافية على عيونكم وعلينا وعلى جميع أمة محمد. طبعا حشيناه بالموز والنوتيلا، وزيناه بالنوتيلا والفستق الحلبي. وطبعا التزيين ذوق شخصي، كان تزييننا احنا بالفستق الحلبي والنوتيلا. انتم اذا حبيتوا تزينونه بالنوتيلا والشوكولاتة البيضة، طبعا راح يكون شكله همين كلش حلو. هذا شكله النهائي، وان شاء الله يكون فيديو اليوم خفيف وظريف عليكم حبايبي. بالختام اترككم في حفظ الرحمن. يلا حبايب قلبي، مع السلامة وباي باي.
برضك بخير.